وصل اخيرا جبنا مهاجم، اخيرا المهاجم السفاح في النادي الاهلي. لو اول مره تشوفني يا صاحبي اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ارزع اللايك المتين ويلا بينا على فيديو النهارده. فيديو النهارده عن صفقات النادي الاهلي وعن صفقه المهاجم السفاح اللي النادي الاهلي بيخلص معاه ويعتبر خلاص موجود في النادي الاهلي ان شاء الله من الموسم اللي جاي. بنسبه كبيره النادي الاهلي خلص معاه كل حاجه، ورحيل اللاعبين من النادي الاهلي على الموسم ده، واللعيبه اللي لازم تمشي من النادي الاهلي، في لعيبه لازم تمشي وما ينفعش تلبس تيشيرت النادي الاهلي وكلنا عارفينهم وهنتكلم عنهم بالتفصيل. دلوقتي هنتكلم الاول عن محترفين النادي الاهلي اللي موجودين في الفرقه. النادي الاهلي يستقر على وجود اشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان ويوسف بالعمري، الثلاثه مكملين مع النادي الاهلي، الثلاثه موجودين مع النادي الاهلي في الموسم الجديد. التلاتة ارقامهم كويسة، لكن محمد علي بن رمضان مش قوي بسبب المدرب، بسبب ان احنا عندنا مدرب ما بيفهمش مقعد محمد علي بن رمضان دكة. محمد علي بن رمضان قاعد دكة، ولازم تعدل عقود اللعيبة المحترفين بانتاجهم في الملعب. اللاعب المحترف، اي فرقه بتبص للاعيبه المحترفين هو بيزود لايه؟ هو بيزود للفرقه بتاعتي. انا جايب لاعب اسمه لاعب محترف بياخد بالدولار، لاعب غير اللعيبه اللي عندي، اكيد في الامكانيات لان هو لاعب محترف في الاول وفي الاخر. فانت لازم تربط انتاج اللعيبه في الملعب بالعقد بتاعهم عشان اللعيبه تقدر تديك 100% و200% كمان من مجهودهم في ارض الملعب. بما ان بنتكلم عن المحترفين، اليو ديانج واحد من المحترفين اللي موجودين في النادي الاهلي، لكنه خلاص يا ديانج، خلاص يا ملك، خلاص يا ديانج، الدبابه البشريه، الدبابه البشريه ماشيه من النادي الاهلي خلاص. اليو ديانج متوجه الى فالنسيا الى اسبانيا، رايح للخفافيش. يا ديانج ماشي يا عم، ديانج ماشي يا صح. على فكره انا مسمي اليو ديانج صاحبي، يعني حتى لما كان بيجيب جون او يعمل اسيست ايوه يا صاحبي احنا بنتفرج يعني على النادي الاهلي. فاليو ديانج بصراحه يستحق كل خير. اليو ديانج من اللاعيبه المحترمه جدا جدا، واللاعيبه اللي دخلت النادي الاهلي ما عملتش اي مشكله، ولاعب مهم جدا جدا في نص الملعب. حتى لو كان انتاجه او حتى لو كان اداؤه الفتره الاخيره زيرو، لكن اليو ديانج هيفضل واحد من اهم لاعيبه نص الملعب. وبمناسبه ان اليو ديانج ماشي، طبعا النادي الاهلي لازم يعوض اليو ديانج، فالنادي الاهلي بيتفاوض مع اتنين لتعويض اليو ديانج. اول واحد خط وسط جولدن اروز اسحاق سيسي، اسحاق سيسي خط نص جولدن اروز الجنوب افريقي. اللاعب ده النادي الاهلي بيتفاوضوا معاه، سنه صغير 22 سنه او 21 سنه. النادي الاهلي بدأ التفاوض معاه، وفي ناس داخله في الصفقه برضه، في فرق تانية داخله في الصفقه، في فرقه داخله من الدوري التركي داخله تخلص فيه، وفرقه اورلاندو بايرتس عايزاه برضه، والنادي الاهلي مهتم بالتعاقد مع اسحاق سيسي. اللاعب التاني لتعويض غياب اليو ديانج هو موجود عندنا في الدوري المصري هنا مش بعيد خالص، خط وسط نادي زد ماتا مجاسة. اللاعب ده لاعب كويس جدا على فكرة، وبيقدم مستوى رائع جدا جدا مع نادي زد من اول الموسم لحد دلوقتي. النادي الاهلي مهتم بالتعاقد مع ماتا مجاسة، وفي اندية تانية كتير مهتمة بالتعاقد معاه، في اندية في الدوري الليبي واندية في الدوري العراقي وانديه مش عارف، مش فاكر في دوري ايه كده، عايزه برضو مهتمه بالتعاقد مع متى مجاسة. متى مجاسة خط وسط كويس جدا، وبيعرف يطلع بالكوره كويس جدا جدا جدا، وتكتيكيا يقدر يفيدك في الملعب. لكن النادي الاهلي متخوف من فكره التعاقد مع متى مجاسة، عشان كده النادي الاهلي حاطط لنفسه تارجت معين قدامه. رقم واحد اسحاق سيسي زي ما قلنا، رقم اتنين هو ماتا مجاسة. لو النادي الاهلي فشل في التعاقد مع خط وسط تعويض اليو ديانج، هيضطر ان هو يتعاقد مع ماتا مجاسة. النادي الاهلي العلاقات كويسة ما بينه وما بين نادي زد، يقدر يخلص الصفقة، يقدر ان هو يجيب ماتا مجاسة، لكن هو متخوف من الصفقة. نيجي بقى لصفقة المهاجم، صفقة السفاح اللي النادي الاهلي بيخلص فيها. النادي الاهلي بيتفاوض مع 3 سفاحين، 3 مهاجمين مرة واحدة يا نحنح. ايوه النادي الاهلي بيتفاوض مع 3 مهاجمين مرة واحدة، بس طبعا الاهلي في الاخر هيجيب مهاجم واحد بس منهم. فاحنا هنقول لحضراتكم ال3 مهاجمين، واكتب لنا رأيك انهي واحد ممكن يجي. المهاجم الاولاني اللي النادي الاهلي بيتفاوض معاه المهاجم الجزائري، عنده 25 سنة، احمد نزير بن بوعلي، بيلعب في فرقة في الدوري المجري، ومحقق ارقام كويسة جدا الموسم ده، وبيلعب معاهم في دوري المؤتمر الاوروبي، يعني ما بيلعبش في الدوري المجري بس، بيلعب مع فرقته في دوري المؤتمر الاوروبي، ومسجل اهداف في دوري المؤتمر الاوروبي.
احمد نزير بن ابو علي محقق الموسم ده 24 مساهمة تهديفية مع فريقه، سواء على مستوى الدوري المجري او على مستوى الكاس في المجر او على مستوى دوري المؤتمر الاوروبي. جايب 18 هدف وعامل 6 اسيستات، ارقام كويسه جدا 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 للمهاجم الجزائري احمد نزير بن ابو علي. النادي الاهلي دخل في المفاوضات جاده معاه، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يحاول يخلصه. يا ترى هنشوف ايه اللي هيحصل. المهاجم الثاني اللي النادي الاهلي دخل في التفاوض معاه هو مهاجم نادي كاريوفا الروماني، المهاجم السويدي اسد الحملاوي، واللي بيحمل الجنسيه الفلسطينيه. وزي ما حضراتكم عارفين اللاعب اللي بيحمل الجنسيه الفلسطينيه لما بيجي الدوري المصري بيتأيد كلاعب مصري مش كلاعب محترف، ودي من ضمن الاسباب اللي بتخلي الاهلي يتفاوض معاه. اسد الحملاوي سمعنا اسمه خلال السنتين اللي فاتوا، كل موسم انتقالات نسمع اسم اسد الحملاوي وارتباط اسمه بالنادي الاهلي، وان النادي الاهلي دايما بيتفاوض معاه، لكن المفاوضات كالعاده بتفشل. زي جاكسون موليكا، جاكسون موليكا النادي الاهلي بيتفاوض معاه من 7 سنين، وزي احمد صالح المدافع السوري الاهلي بيتفاوض معاه من 9 سنين ان هو يجيبه. فاحنا كل فتره انتقالات بنسمع اسم اسد الحملاوي بقالنا سنتين. نتمنى ان النادي الاهلي يكون جد في المفاوضات معاه، وان هو يقدر يخلصه لاعب هيفيد النادي. اللاعب ده عامل مع النادي بتاعه السنه دي 18 مساهمه تهديفيه، مسجل 14 هدف وصانع 4 اهداف. ارقام كويسه بالنسبه للمهاجم وبالنسبه لعدد المباريات اللي لعبها. نتمنى نشوف المفاوضات هتوصل لحد فين، ونشوف يا ترى هيجي النادي الاهلي ولا لا. المهاجم الثالث اللي النادي الاهلي بيحاول يخلص معاه هو المهاجم المغربي سفيان بن جديدة، مهاجم المغرب الفاسي. المهاجم ده عنده 24 سنة، وهو هداف الدوري المغربي برصيد 16 هدف وعامل اسيستين من ضمن 18 مباراة. لعب 18 مباراة، سجل 16 هدف وعمل اسيستين. مهاجم كويس جدا، اتمنى ان النادي الاهلي يخلص معاه في اسرع وقت. والنادي الاهلي بالذات المهاجم ده مرشح بقوة على طاولة المفاوضات، هو الوحيد من ضمن ال3 مهاجمين مرشح بقوة جدا جدا، والنادي الاهلي بيحاول على قد ما يقدر ان هو يخلص الصفقة. ان شاء الله تخلص لصالح النادي الاهلي، لان هو مهاجم كويس وهيفرق جدا جدا مع النادي الاهلي. هو هداف الدوري المغربي برصيد 16 هدف. بالمناسبة المهاجم ده كان معروض على النادي الاهلي في انتقالات يناير اللي فاتت، والنادي الاهلي كان خلاص يعتبر خلص معاه كل حاجة، لكن الصفقة اتعطلت. والنادي الاهلي ساعتها اضطر ان هو يجيب المهاجم العرة اللي معانا يلسون كاموش، جابوا اعارة. وزي ما انتم عارفين طبعا قاعد في بيته ولا بيلعب ولا بيتنيل ولا شفناه ولا هنشوف. بالنسبة للاعبين المعارين من النادي الأهلي للأندية في الدوري المصري، فالنادي استقر على عودة أحمد رضا، خط وسط النادي الأهلي المعار، إلى البنك الأهلي. كان غلط من الأول أصلا إن هو يطلع إعارة، كان يلعب وياخد فرصة، لأن هو أثبت نفسه وكان بيعمل أسيستات وكان ما شاء الله عليه في نص الملعب، لكن مش عارف مين كان سبب خروجه. لكن الحمد لله إن هو يرجع من تاني يقدر يلعب في نص الملعب، وبعد عدم وجود ديانج يقدر يلعب عادي. أحمد رضا لاعب ممتاز في نص الملعب، وواحده واحده هياخد خبرات وهيبقى احسن من كده. والنادي الاهلي برضو استقر على عوده اللاعب محمد عبد الله. محمد عبد الله اللي كان خروجه من النادي الاهلي كارثي. ان انت بس مجرد ان انت تفكر ان انت تخرجه اعاره كان خطأ كارثي. خرج اعاره لسيراميكا كليوباترا، مبدع مع سيراميكا كليوباترا، واحنا جبنا زيزو مكانه. الحمد لله زيزو ما عملش حاجه. محمد عبد الله لاعب شاب ما كانش ينفع يخرج، ولاعب من عاشقين النادي الاهلي ومن ناشئين النادي الاهلي، فما كانش ينفع ان انت تخرجه، كنت تديله فرصه. لازم يثبت نفسه، هو كان يقدر ان هو يثبت نفسه، وبالفعل كل الوقت اللي لعب فيه مع النادي الاهلي قدر ان هو يثبت نفسه ويثبت ان هو ليه مكان، لكن خرجوه اعاره، والحمد لله ان هو هيرجع من تاني. الاهلي يستقر على التجديد لحسين الشحات، وبالفعل قعدوا مع حسين الشحات واتكلموا معاه، وباذن الله قريب النادي الاهلي هيجدد رسميا مع حسين الشحات. حسين الشحات من اللعيبه الرجاله اللي ما بتبخلش بنقطه عرق في الملعب، معجون بحب النادي الاهلي. حسين الشحات بيحب الاهلي، واللي يحب الاهلي احنا نحبه ونشيله على دماغنا. وحسين الشحات ليه مكانه كبيره جدا جدا في قلوب الاهلاويه، وهو بالذات مشمع نادي الزمالك قبل كده 3 4 مرات. حسين الشحات عامل معاهم الواجب، هو اللاعب الوحيد في الجيل بتاع دلوقتي مسجل 8 اهداف في نادي الزمالك، فهو يستحق التجديد مع النادي الاهلي.
اما بالنسبه لامام عاشور فادم وطني طلع رمى كلمتين ملهمش اي لازمه على الاطلاق. قال لك اللاعب رقم 22 مش مكمل مع النادي الاهلي ومش هيكمل وهيمشي خلاص. لكن امام عاشور تاني يوم طلب من النادي الاهلي التجديد، طلب ان هو يجدد ويعدل عقده، والنادي الاهلي كان رده واضح وصريح، مفيش قعاد دلوقتي الا بعد ما الدوري يخلص. ولما الاهلي يقرر ان هو يقعد ويجدد العقد هيقعد ويجدد العقد، والكلام واضح وصريح. إدارة الأهلي برضو بتخلص مع الظهير الأيمن لنادي طلائع الجيش خالد عوض علشان يبقى بديل لمحمد هاني بدل أحمد عيد. خالد عوض لاعب كويس في الدوري المصري مع طلائع الجيش وظهر بشكل كويس جدا في الدوري المصري، باك يمين كويس. وان شاء الله لو جه النادي الاهلي واحده واحده ياخد خبرات ويقدر يثبت نفسه ويقدر ياخد فرصه. بس انا يا ابني والله العظيم بقول لك من دلوقتي بلاش محمد هاني اللي بيجي يلعب عليه. في لعنه في المنطقه دي، في لعنه في منطقه الباك اليمين بسبب محمد هاني. فانا بقول لك بلاش من دلوقتي. زي ما رحنا جبنا احمد عيد، احمد عيد اللي مش عارف مين اللي قرر ان هو يدخله النادي وهو اصلا زيرو فنيات، زيرو تكتيكات، زيرو لاعب كوره، زيرو اي حاجه خالص. احمد عيد ده ما هوش لاعب كرة قدم يعني، لا ده الوحيد اللي يقول لك الدنيا حظوظ فعلا يعني. وزي محمد شكري، محمد شكري اللي دخله النادي اللي رجعه ومشى كريم الدبيس، والله العظيم المفروض يتحاسب يعني. اللي مشى كريم الدبيس وجاب محمد شكري والله العظيم المفروض ما يقعدش على كرسي ويبقى مسؤول تاني يعني بجد يعني. فبس كده فيديو النهارده خلص. قول لنا رأيك في الثلاث سفاحين اللي النادي الاهلي بيتفاوض معاهم، تتمنى انهي واحد فيهم يكون موجود في النادي الاهلي؟ شكرا.